ايه اللي يخلي ورقتين سعرهم يوصل في يوم من الايام ل1,500,000 دولار؟ الحقيقة ان الورقتين دول اتكتب عليهم سنة 1922 اهم نظرية بيسعى ليها البشر، نظرية السعادة. اللي كتبهم هو ألبرت أينشتاين. ألبرت أينشتاين كان في يوم من الأيام بيسافر حوالين العالم عشان يدي محاضراته عن العلم والفيزياء. الغريب إن أينشتاين ما تخيلش إنه في يوم من الأيام ممكن ما يبقاش فيه في جيبه فلوس ويضطر إنه يكتب لحد جملة في مقابل خدمة قدمها له. اللي حصل إنه سنة 1922 ألبرت أينشتاين كان في اليابان. في اليوم ده اتبلغ إن هو هياخد جايزة نوبل للفيزياء. وصل له موظف بيسلمه جواب. أينشتاين في اللحظة دي ما كانش معاه فلوس عشان يديله إكرامية، فقرر إن هو يكتب له ملاحظتين على ورقة وقال له لو كنت محظوظ في يوم من الأيام سعر الورقة دي هيكون أكبر من أي إكرامية كنت ممكن أديها لك. كتب له على ورقتين ملاحظتين مهمين باللغة الألمانية. أول ملاحظة كتبها له كانت: حياة هادية ومتواضعة هتجيب لك سعادة أكبر من سعي للنجاح معاه قلق مستمر. أما الملاحظة التانية: فمكان ما هتكون الإرادة هتلاقي الحلول. الراجل أخذ منه الورقة وعدت السنين وأخذ أينشتاين جائزة نوبل للفيزياء. وما تخيلش الراجل إنه في يوم من الأيام بعد أكتر من 95 سنة حد من قرايبه يبيع الرسالة دي ب1,500,000 دولار. أينشتاين لخص السعادة في جملة بسيطة جدا، هي الجملة اللي لازم كل شخص فينا في حياتنا وتحديدا في التوقيت اللي احنا فيه في وسط سعينا الدائم للنجاح، ان احنا ما ننساش ان الهدوء والرضا هيعودوا علينا بسعادة أكبر من القلق المستمر في طريقنا وسعينا للنجاح. دي كانت حلقة سريعة كده على الماشي، بس حبيت أفكركم وأفكر نفسي بنظرية أينشتاين للسعادة. أشوفكم في حلقة جديدة من سبوتس.